ماما ماما، ايه يا حبيبي؟ فاكرة طنط رشا اللي بنتها ضربت أختي، ايوه وهي نزلت ضربت أختي عشان بنتها؟ ايوه. بنتها رجلها اتكسرت، وقعت من على السلم. وانت مبسوط؟ مبسوط. ليه؟ هو انت ما سمعتيش الشتيمة؟ يعني انت كده شمتان فيها يا شاب؟ أيوة شمتها، لا يا حبيبي. لأن انت سمعتي إن بنتها شتمت أختي بأمها، انت سامعاها بودانك، وايه يعني يا حبيبي؟ وما كلفتيش نفسك ورديتي. انا سامعاه واقدر ارد، بس مرضتش ارد. عارف ليه؟ ليه؟ عشان حبل الود ما يتقطعش. بعدت يومين وكنت هقابلها صبح عليها، مش هنعلق لبعض على الواحدة. هو ده التسامح اللي الرسول وصاك عليه؟ تقوم تقول لي ربنا جاب لنا حقنا؟ ربنا جاب لك حقك من طفل صغير؟ هو يوعى للكلام ده؟ ولا يمكن هي مخضوضة عشان بنتها؟ ايه يعني ضربت اختك؟ ما هي زي بنتها، مش مشكلة. ده نقص عقل منها، بس الرسول وصانا ان احنا يبقى في بينا تسامح، وانا من جواتي مسامحاها. ولو كانت عملت فيا كده ما كنتش زعلت. اللي زعلني ان هي عملت كده في بنتي. وانت عارف ان اغلى حاجة على الانسان ابنه. معلش يا حبيبتي، دي زي ماما، دي زي ماما. كانش ينفع برضو تشتمي بنتها او تضربه وتتخانقي مع بنتها. ما تعمليش الغلط ده تاني. تيجي معايا بقى؟ خد ايدي بقى يا شيخ. رايحة فين؟ هروح لها. انت كمان هتروحي لها؟ طبعا، مش انا معلقه محلول اهو. يستناني المحلول، يستنى لما اروح اطل عليها واجي. انت هتروحي تبص عليها كمان؟ يعني انت كده عادي بالنسبة لك اللي حصل ده؟ ده انا مش هروح ابص عليها بس، ده انا هعمل لها اكل كمان. كمان ده زمانها مخضوضه على بنتها، زمانها مش قادره تاخد نفسها. انت ما انتش عارف. هتيجي معايا عشان تصالحي بنتها. انت ما انتش عارف ان اغلى حاجه على الام ابنها او بنتها. اي حاجه في الدنيا تهون الا كده. وانا دوري مش انا اعمل عقلي بعقلها بقى، وعشان هي مثلا عقلها قليل شويه اقوم بقى اقطع الود وابعد عنها واطلع ارد عليها وما ينفعش تغلطي وانا سمعتك بتشتمي. وايه يعني؟ شتمتني، يا رب تكون شتمتني في وشي حتى. ايه يعني؟ ايه يعني؟ ورغم ان انا تعبانه هروح لها. الاول عايزاك تدعي لي ربنا يشفيني، وباذن الله لما اروح لها هخف. ومش هروح لها فاضيه كمان، هاخد لها كمان معايا اكل من اللي انا اكلاه. زمانها لا عارفه تقوم ولا تقعد، زمانها مغبوله عشان بنتها، وزمانها اتخضت عليها مش عارفه تعمل اكل لاولادها. هاخد لها حله لسان عصفور، واخد لها عليها بقى حته فرخه من اللي احنا هناكلها، واقول لها خدي اكلي بنتك. بنتك دي بنتي. الاسلام وصانا على كده، وربنا والرسول وصانا على كده. الرسول قال حديث فيما معناه لا يؤمن احدكم حتى يحب الخير لاخيه كما يحب لنفسه، فيما معنى الحديث. ووصى ان يبقى في بينا تسامح، وما نقطعش الود بسهوله. الود صعب انه يتقطع، او يمكن صعب انه يتوصل. فمش مش احنا بقى عشان مشكله بسيطه الدنيا هتقوم ما تقعدش. انا ابقى عارفه ان بنت صاحبتي او بنت جارتي ان شاء الله من بعيد في دقيقه، وعشان خاطر كشت فيا ولا ضربت بنتي ولا شتمت بنتي اسيبها في الدقيقه دي؟ لا، ده انا اروح اخليها خجلانه من نفسها بادبي واحترامي، ومن جوه قلبي نابع. الكلام ده مش من مجرد كلام ولا انا رايحه اعمل الرياء، لا، ده انا ريحه مستنيه الاجر من عند ربنا، وان انفذ سنه الله وشرعه في الارض. ان اللي بتعلمه اعمل بيه، مش ان انا اتعلم واقول كلام احلى كلام وما طبقوش. لا، ده انا اطبقه. حتى لو انا ما ادتنيش من خيرها هيكفيني شرها. حتى لو هي من جواتها مش حباني، او من جواتها مثلا مش حابه بنتي، او الموضوع ده كان بدافع كره منها، انا كمان برضو هبقى اتعامل معاها على ان لو انتي ربنا ما ادانيش من خيرك هيكفيني شرك. هكسر الشر جواها والمس العرق الحنين اللي في قلبها ليا. التسامح ثم التسامح نعمة ربنا يحفظها في قلوبنا. الدنيا مش مستاهلة حاجة. يلا